السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كورس تعلم الإكسل للمبتدئين. كتير مننا بيشتغل على بيانات وبيحتاج يعرف أقل رقم في الجدول، أكبر رقم، أعلى درجة أو أقل سعر. وطبعا أول حاجة بنعملها إننا بندور بعينينا، لكن تخيل إن الجدول ده فيه مئات أو آلاف الأرقام. هنا بقى إكسل بيقدم لنا دوال قوية جدا اللي هي المين والماكس. بس الموضوع مش بيقف هنا. لما نحب نطلع أكبر رقم بشرط أو أقل رقم حسب حالة معينة، نستخدم دوال أذكى شوية اللي هي ماكس إفس ومين إفس. في الفيديو ده هنتعلم الفرق بين ماكس ومين، وامتى نستخدم المين افس والماكس افس، وازاي نطلع اكبر واقل رقم بسهوله، وكل ده بامثله بسيطه جدا من غير تعقيد. لو بتشتغل على درجات او اسعار او مرتبات او اي بيانات، الفيديو ده هيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. يلا بينا نبدا ونفهم الكلام ده واحده واحده. الجدول اللي قصادنا ده عباره عن بيانات درجات طلاب في 3 امتحانات مختلفين. تعالوا نشوف ازاي هنقدر نستخدم الدوال بتاعي في ان احنا نعرف معلومات من الجدول ده. لو جينا هنا قلنا عايزين نعرف اعلى درجه حصل عليها الطلاب في الامتحان الاول، طالما اعلى درجه يبقى احنا هنستخدم داله ماكس. يبقى زي ما قلنا اي داله بتبتدي بيساوي، هنقول يساوي ماكس، تمام. وهنيجي نختار الدرجات بتاعه الامتحان الاول كلها اللي هو عمود الدرجات بتاع الامتحان الاول، ونقفل القوس. هنلاقيه بيقول لي ايه؟ ان اعلى درجه حصل عليها الطلاب في الامتحان الاول كانت 94. كذلك برضو لو عايزين نعمل حوار للامتحان التاني، هنقول يساوي ماكس، ونيجي نختار العمود بتاع الدرجات بتاع الامتحان التاني ونقول انتر. طيب هل انا كل مره مضطر اكتب المعادله بايدي؟ لا، طالما انا كتبت المعادله مره في الاكسل، هاجي عند المستطيل كده اللي انا حاسبه فيه المعادله، وهنزل تحت يمين لحد ما الاقي مؤشر التحول معايا لعلامه زائد، هدوس عليه وهسحبه للمكان اللي انا عايز احسب فيه اعلى درجه. هسحبه كده، هنا حسب لي اعلى درجه في الامتحان التالت. طيب فلنفترض ان انا عايز احسب اعلى درجه في الامتحان الاول بس بشرط. الشرط ايه؟ ان انا عايز احسب اعلى درجه حصل عليها الطلاب البنات في الامتحان الاول. يبقى هقول ايه؟ يساوي، طالما انا عايز اعلى درجه يبقى انا هحتاج ماكس، وفي عندي شرط يبقى انا هستخدم ماكس افس. وهاجي ايه؟ اول حاجه بيقول لي الماكس رينج، يعني انت عايز تحسب اعلى درجه في انهي عمود؟ هقول له انا عايز احسب اعلى درجه في العمود بتاع الامتحان الاول. طيب تاني حاجه الكريتيريا رينج، يعني انت عايز تحسب على اساس انهي شرط؟ هقول له على اساس اللي هو عمود النوع اللي هو جندر، تمام. لما كان الكريتيريا 1، يعني اللي هو الشرط بتاعي هيكون ايه؟ ان لما كان اللي حاصل على الدرجات دي بنت. طبعا لازم اكتب هنا اف، نفس الاف المكتوبه في العمود، او لازم اكتب بنفس الطريقه اللي مكتوب فيها في العمود بتاع الجنت، واقفل القوس واقول له انتر. هنا بيقول لي ان اعلى درجه حصلت عليها بنت في الامتحان الاول هي 94. لو جينا نقول عايزينها بالنسبه للميل، اعلى درجه حصل عليها ولد في الامتحان الاول، يبقى هنغير الاف دي ونكتبها ام، ولازم طالما كابيتال في الجندر لازم نكتبها كابيتال هنا برضه، ونعمل انتر. تلاقي لي اعلى درجه حصل عليها ولد في الامتحان الاول هي 88. كده احنا عرفنا اعلى درجه حصل عليها الولاد في الامتحان الاول. طيب احنا هنا عرفنا اعلى درجه في الامتحان الاول عموما، وعرفنا اعلى درجه حصل عليها البنات في الامتحان الاول، واعلى درجه حصل عليها الولاد في الامتحان الاول. طب فنفترض ان احنا عايزين نعرف اقل درجه تم الحصول عليها في الامتحان الاول عموما. طالما اقل درجه هيبقى هنستخدم من، نقول ايه؟ ان احنا عايزين اقل درجه في الامتحان الاول، يبقى هنسلك العمود بتاع الامتحان الاول ونقفل القوس ونقول انتر. هنا اداني ان اقل درجه في الامتحان الاول هي 65. طيب احنا عايزين نعرف اقل درجه حصلت عليها البنات في الامتحان الاول، يبقى برضو هنقول يساوي، طالما اقل درجه يبقى من، وطالما عندي شرط يبقى هستخدم من افس. وهيجي يقول لي انت عايز تشوف اقل درجه فين بالظبط؟ يبقى انا عايزه اقل درجه في الامتحان الاول. الشرط بتاعك بناء على ايه؟ بناء على النوع، يبقى انا هسلك العمود بتاع النوع. وايه هو شرطك؟ ان انا عايز النوع يكون فيميل او بنات، واقفل القوس. يبقى كده اقل درجه حصل عليها البنات في الامتحان الاول هي 65. انا عايز اقل درجه حصل عليها الولاد في الامتحان الاول، هغير الاف دي لام اللي هم الميلز واقول انتر. اقل درجه حصل عليها الولاد في الامتحان الاول هي 70. كده فهمنا ازاي بنقدر نستخدم المين والماكس، وامتى بنستخدم المين افس والماكس افس، وازاي نقدر نستفيد بيهم في شغلنا اليومي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.